السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما تصوروش انا شحال اليوم فرحانه. قبل ما نبدا لكم لا فيديو بتولوا نشكركم بزاف على الدعم ديالكم، لانكم وصلتوني ل 125 مشترك في فتره كتير وجيزه اللي هي مده شهر، و عن جد انا كتير فرحانه لما بشوف واحد جديد بفوت على عائلتنا. وكمان بتمنى انه ما بكون ثقيله عليكم، بكون كتير خفيفه. بشكر سواء كان بنات او شباب، وعن جد انا راح اعمل كل المجهود مشان يعجبكم محتويات مالتي. راح احاول اعمل تشالنجات، برانك، فيديوهات، فلوجات. احيانا راح اعمل نصائح لانه شفت انه فيديوهات مال ماسكة طبيعية وهيك شي ما يعجبكم كتير، مشان هيك رح احاول اكتر شي بعمله هو التحديات ومقالب. وشنو كمان؟ شو نسيت؟ فكروني. لا تباخذوني لانه مشان يعني هيك لما بكون بحكي بتوتر شوي، مشان هيك. وكمان انا فرحانة كتير لانه نفس هذا اليوم انا انخطبت فيه 28 بشهر 1، وكمان 23 بشهر 3 راح يكون عيد ميلادي. وعن جد بتمنى من كل قلبي انه وصل ل 500 مشترك من هون لحتى 23 بشهر 3. وعن جد راح افرح كتير لانه راح تكون احلى واكبر هديه منكم لإلي. ولا تنسوا تشتركون كل فيديوهاتي مع اصدقائكم على الواتساب او على الفيسبوك، وكمان تروحون على الانستغرام مالتي راح تلاقوه بصندوق الوصف هبة هيروري، وتابعوني بالانستغرام. ما بطول عليكم، خليكم مع الفيديو. سلام عليكم البنات، هذه كنت تكمله ديال الفيديو اللي ولي درت لكم على حساب الميك اب. انا اليوم خارجه مع اختي وصاحبتها. المهم خليكم معايا شوفوا شنو غادي ندير اليوم. سلامه. اول شي عملناه رحنا تمشينا شوي بالكورنيش، وبعدين فورا غيرنا رأينا ورحنا على قصبة أكادير وفلا. اللي ما بيعرف هاي القصبة موجودة بأكادير، اللي بتعتبر معلمة من المآثر التاريخية التي دمرها الزلزال شبه كامل بسنة 1960. والحلو انه هاي القصبة بتتيح لزوارها رؤية شاملة، يعني بتشوف كليا عاصمة سوس. وعن جد بيكون منظر خرافي غير شكل، خصوصا بالليل. شوفوا معي بالفيديو وراح تشوفوا كيف بيطلع منظرها حلو، وخصوصا بالليل. خليكم مع الفيديو. تحكي كلمة لإخواتي الموجودين هون، شو راح تحكي له؟ تحية للناس الزوينة، تحية لهبة، طويل خصي. تحية لهبة، وتحية لجوزها، وتحية لهند ونيزي، وتحية لسعاد، وتحية للضرب بيضاء على البحر. ترى هاي انا غيرت ثيابي هيك رمشة عين. بمزح معاكم. هون انا جربت ثياب الامازيغيين لانه انا امازيغيه، واذا بتصدقوني هاي اول تجربه. انا امازيغيه ولا مره لبست ثياب الامازيغيين، كانت اول تجربه انا واختي. وعن جد كانت تجربه بتجنن، وكنت كتير فرحانه ومبسوطه. بهاي اللحظة راح تشوفوني مع ابن خالتي اللي هو بمثابة أخي. عن جد بهاي اللقطة جنينا، ظنينا إنه أختي عم تصورنا وهي طالعة عاملة فيديو.
الأهم شفتوا كيف حكيت لكم القصبة بالليل كيف تطلع عن جد، بيطلع منظر خرافي. وكمان بدي أحكي لكم شغلة، الناس اللي ما بتعرف إنه حاليا صار ممنوع تطلعون على هاي القصبة بالسيارة أو دراجات نارية، بس فيكم تروحوا على هاي القصبة بالباص أو تاكسي. هاي معلومة جديدة. وبعد ما خلصنا رحنا على الكورنيش وتعشينا. نسيت اعمل لكم تتمة الفيديو مثل العادة. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا عجبكم، وكمان تعملوا شير وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وتضغطوا على زر الجرس مشان يوصلكم اي تنبيه للفيديو اللي بحط. وبحكي لكم يلا سلام، تصبحون على خير.